السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله ضمن اقتراح الكوتي او الفطور غادي نشارك معكم الكرس او بريوش ديال البطاطا. كيجي رائع جدا، رطب هشيش بزاف قطني. ما تشبعوش منه صراحه، كيجي لذيذ بزاف وخفيف خفيف ريشه البنات. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتتبعوا معايا بنفس الطريقه كيفاش حضرته. راه كيجي رائع وكيدوم يعني حتى الاسبوع بدون تغيير، كيبقى كيف ما هو في القوام ديالو. هنا على بسم الله على بركه الله عندنا واحد الحبه ديال البطاطا كبيره اللي كتكون منقيه وقطعتها هكايا قطع صغار مع واحد الرشيشه ديال الملحه وسلقتها. من بعد ما كتسلق البنات كنحتفظ بها هي وداك الماء اللي كيبقى فيها، يعني ما كنضيعوهش. باش تشوفوا معايا الطريقه كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما طابت كتبقى فيها واحد شويه ديال الماء، ما كنضيعوهش، هو باش غادي نعجنوا البريوش ديالنا اولا الكرس ديالنا بواسطه خلاط. او انا هنا استعملت غير الهاشوار. فرغت فيها ديك الحبه ديال البطاطا كيف ما قلت لكم، حبه ديال البطاطا اللي كتكون كبيره او جوج صغار. غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب، حليب عادي ما سخونش لان هنا كانت البطاطا باقا سخونه فجاتنا يعني هي هذيك دافيه. غادي نطحنهم مزيان يعني حتى غادي نحصل على واحد القوام اللي هكايا كريمي او لا خليط اللي كيكون ثقيل كيف ما غادي تشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كتطحن. فغادي نضيف عليها بقيه المكونات. هنايا غادي نزيد عليها كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه البنات، وغادي نزيد عليهم كذلك كاس لاروب ديال الزيت. صراحه هاد الطريقه سهله وسريعه وما كتاخذش لنا بزاف ديال الوقت في التحضير ديال هاد البريوش. غادي نسمهم بجوج اكياس ديال الفاني، ممكن كذلك تنسمهم حتى بقشره ديال البرتقال كيجيو رائعين. هنايا غادي نستعمل بيضه وابيض بيضه، والاصفر غادي نحتفظوا به لتزيين البريوش ديالنا. صافي غادي نعاود نطحن الكل جيدا يعني حتى يتخلطوا ليا مزيان. اما كيف ما قلت لكم بحكايه بواسطه هاد الهاشوار هذه، يعني صراحه راه عمليه ودغيا دغيا كنحضروا بها هكا بزاف ديال الاشياء والوصفات. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما خلط المكونات كامله غادي نفرغهم هكا اما في اناء بهذا الشكل او في بول ديال العجانه الا ما كنتوش بغيتو تخلطوهم اولا تعجنوهم بيديكم. صراحه الطريقه راه سهله وما كتاخذش لنا بزاف ديال الوقت لان ما كيحتاجوش انكم تدلكوهم. هنايا ضفت الخميره حسب الجو، ومن الافضل ان الخميره حتى هي بنات يعني طحنوها مع المكونات قبل، يعني طحنوها في ديك الطحانه.